السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. بحب ارحب بكل مشاهدين من كل مكان، ولأول مرة تشوفوني معاكم رانيا من قناة بيتشو ومطبخي سر سعادتي. الأول بحب أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. يا رب يديم علينا كده بسعادة وبخير يا رب، كل الشعب الإسلامي بخير وبصحة وسعادة يا رب. وداخلين على ايام جميله كده، شهر شعبان خلاص اهو، شهر رمضان جاي وهل علينا ايام جميله قوي بصراحه. يا رب كل سنه وانتم طيبين جميعا. النهارده بقى رجعت لكم في يوم جديد وفيديو جديد، وانا اسفه عن التاخير بجد لان ظروفي ملخبطه شويه اليومين دول. النهارده بقى انا كنت امبارح في المنشيه واشتريت شويه حاجات كده، فهفرجكم الحاجات اللي انا اشتريتها وبعدين نشوف بقى هنعمل اكل ايه النهارده. ما وحشكمش اكلي بقى النهارده؟ بقى لي فتره كده مش بعمل معاكم اكل. ف بس بفكركم قبل ما نبتدي الفيديو، لو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا اعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اختاروا الكل وتابعوا الفيديو للاخر، ولو عجبكم ما تنسوا تعملوا لي لايك وكومنت حلو كده يفرحني ويسعدني كده، وتشجعني ان انا اقدر اكمل تصوير بقى معاكم كده. النهارده بقى هوريكم المشتريات اللي انا اشتريتها. انا نزلت المنشيه امبارح، في شويه حاجات حلوه جميله جدا عجبتني فقلت افرجكم عليها، واسعار تحفه برده. هوريكم المشتريات اللي انا اشتريتها النهارده، امبارح مش النهارده. بصوا في حاجات جميله قوي طالعه بصراحه. جبت البروفر ده مش هتصدقوا سعره كمان. بصوا بصوا طويل، بصوا ازاي، والوانه عجبتني قوي، فاتح كده وجميل. ده ب 100 جنيه بس، مش هتصدقوا والله سعره تحفه قوي عجبني. فقلت اوريكم المشتريات اللي انا اشتريتها. ده البروفر ده ب 100 جنيه. بصوا تخيلوا الاسعار حلوه قوي. ده من منشيه بقى، بس اسم المحل ايه مش عارفه بصراحه يعني. المحلات كتير وانا كنت بتفرج، فبالصدفه كده يعني لقيت الحاجات دي اشتريتها. والفستان ده طبعا هيليق على البروفا، فانا ايه قلت بدل ما البس عليه بنطلون يبقى ضيق يعني ولا حاجه. برضو الفستان ده تخيلوا ب 100 جنيه مش هتصدقوا. انا عايزه اوريكم الفستان. بصوا كده، هوريلكم كده بالطول عشان تتفرجوا عليه. بصوا طويل، فستان طويل يعني. بصوا ولونه اللي هيليق على البروفل، يعني انا ممكن البس ده وهيكون كده مقفول في اللبس كمان، شكله حلو قوي. من ورا في حزام كمان. ده من شارع صفيه زغلول او سعد زغلول. لا هو سعد زغلول مش صفيه زغلول. شارع سعد زغلول من محطه الرمل. الفستان ده كده كله ب 100 جنيه، والبروفال ده برده ب 100 جنيه. فانا قلت بصراحه ايه، فوقفتهم على بعض لقيت فيهم نفس الالوان، خط الاورنج ده والفستان فيه اورنج، فقلت الاثنين هيليقوا مع بعض. هوريكم برده في شنطه جبتها كده من عند ابو هنديه، بس انا لبستها بقى. بصوا الشنطه دي كانت ب 115 من عند ابو هنديه، بس كنت ماسكاها بقى وانا كنت في المنشيه كده بتسوق يعني. الابيض مش بيستحمل، فعايز كل نازله لازم يتمسح، فانا ايه لما جيت من بره مسحتها. بصوا الشنطه كروست كده جميله جدا حلوه. وبصوا جبت ايه كمان مش هتصدقوا، منشيه برضو. ده من منشيه بس مش عارفه بقى الاسم. المحلات كتيره، فانا مش بعرف اسم المحلات بصراحه. يعني كنت بشتري من غير ما ابص على اسامي المحلات ايه. وفي بياعين كده فرشين، وفي ناس يعني. البنطلون ده من عند محل مش عارفه بقى اسمه، هو كان فارش بره برضو. البنطلون ده بصوا عامل زي الجيبه بالظبط. بصوا رجليه واسعه ازاي. قلت بصراحه احسن من البنطلونات الضيقه. اكني لابسه جيبه بس هو بنطلون، وليه جيوب من هنا، وليه بصوا كسره من هنا وكسره من هنا. شايفينها؟ بصوا جيبين اهو وكسرتين. البنطلون ده ب 135، سعره تحفه طبعا جميل قوي. بصوا البنطلون ده ب 135 جنيه جميل، وانا كان نفسي فيه بصراحه عشان طويل وواسع كده، وانا لابساه كاني لابسه جيبه يعني بالظبط. جبت ايه كمان؟ جبت شورت بقى كده اسود. الشورت ده اسمه لوليتا. الشورت ده انا بلبسه تحت اللبس يعني. هو شورت كده زي في منه بنطلونات بس ده شورت. ده ب 25 جنيه، اسمه لوليتا، بس حلو عامل زي الكارينا كده بس حلو. وجبت الحمد برضو جوزي حاجات كده داخليه، بس دي مش ساعه بتاعت قماش لو في ناس عارفه. دي جبت له كحلي ونبيتشي
في حاجات من المنشيه وحاجات مش من المنشيه. وجبت له اللون الزيتي ده. افتح معاكم اوريكم واحد، اوريكم النبيتشي ده عشان الكحل مش هيبان قوي. ده اسمه النور على فكره اهو، بصوا. والعلبه وبالعلبه بتاعته اهي اسمها النور. الطقم ده والله يا جماعه انا سمعت الراجل بيقول يعني بيتباع بره ب 120، هو اداهولي ب 100. فما اعرفش بقى هو بيقول كده ولا هو سعره اصلا 100، بس انا كنت جايباه قبل كده كان ب 60 صراحه يعني. هو عشان غلي اهو جبت له 3. بصوا ده فانيلا كده وقطن 100%، وسعره حلو يعني 100 جنيه. وده شورت طبعا انتوا عارفين. بس الخامه بتاعته قطن 100%. انا كنت جايباه قبل كده طبعا في الحاجه لما كانت رخيصه كان ب 60، النهارده اداهولي ب 100. مش مشكله، هو بيقول لي بره غالي يعني اغلى من كده. بس خلاص بقى انا اوريكم مشترياتي البسيطه دي اللي انا جبتها من منشيه وشارع صفيه، شارع سعد زغلول. في محلات كتير هناك وفي ناس فرشه، فانا ما كنتش ببص اسم المحلات ايه. بس البروفال بقى والفستان كنت جايباه من المحل اسمه السلطان، مكتوب عليه بيبيع بتلت الثمن يعني. معرفش بقى إيه مكتوب عليه السلطان. لا ده الهانوفيل ده كيس تاني، التاني اسمه السلطان فين مش عارفه الكيسه راحت فين بصراحه. هي الكيسه دي مش بتاعتهم. المهم يعني الحاجات دي من منشيه واسعارها تحفه وجميله. هو ممكن يكون في تخفيضات او اوكازيونات عشان احنا في اخر الشتاء. ودي كانت مشترياتي النهارده، يا رب تكون عجبتكم. تعالوا بقى ندخل على المطبخ ونشوف هنعمل اكل ايه النهارده. يلا بينا. هنعمل بقى النهارده والقاس ماما اللي هتعمله لنا. بصوا اللحمه دي احنا جايبينها من عند فتح الله ب 250 جنيه اللي في الهانوفيل. فتح الله اللي في الهانوفيل، بس حلوه يعني هنجربها معاكم ونشوف اخبارها ايه. القسم البلدي قولي لي. ده البلدي مش متلج يا جماعه، دي كيلو 250 جنيه. احنا هنا جبنا اللحمه اهو وحضرنا لنا البهارات، بصل بودر وفلفل اسود وحبهان بودر تاني، ودي 7 بهارات وحبهان بودر وورق لوري بودر. يلا بقى نشوف ماما هتعمل ايه. تعالوا نسلق اللحمه مع بعض. اللي ايه يا ماما؟ هنا احنا جبنا الحله بس النار دي مش عاليه، وماما جايبه معلقه سمنه بلدي كده. وطي النار شويه ولا النار كده كويسه؟ كويسه كده. الشوربه مش بتغلي الميه، لا. هنا حطينا معلقه سمنه بلدي كده زي ما انتم شايفين، وهننزل عليها باللحمه. مش بتتشطف مش كده يا ماما؟ شفاهم. شطفاها شطفه واحده يعني. هنشوف بقى القلقاس ماما هتعمل لنا قلقاس النهارده. تعالوا نسلق اللحمه الاول ونشوف القلقاس هتعمله لنا ازاي بطريقه ماما النهارده بقى. كل سنه وانتم طيبين بالاسراج في الاسراج والمعراج. اه كل سنه وانتم طيبين يا جماعه بمناسبه الاسراء والمعراج. ليله الاسراء والمعراج كلنا ندعي بقى كده، وفي ناس بتبقى صايمه كمان. بصوا يا ماما بتشوح اللحمه كده لحد لونها ما يتغير زي ما انتم شايفين. مش هتحطش معاها بصلايه. البهارات بقى هنا نزلت بالبهارات اللي انا قلت لكم عليها، الفلفل الاسود بس، الملح لا، الملح مش دلوقتي عشان ما يعوقش سوى اللحمه، مش كده؟ حطينا الفلفل الاسود والحبان البودر واللوري البودر و7 بهارات بس مش كتير يعني، ما حطيناش حاجات كتير. ما عندكيش بودر عندك صحيح ماشي، بس اللحمه مش هنحطها دلوقتي غير لما اللحمه يعني تتسلق شويه كده وتستوي عشان الملح ما يعوقش استوى. وهننزل بقى هنا بصلايه وطماطمايه صغيرين صح؟ بس. وميه سخنه بقى، الميه كنا غلينا في الكتل، الميه تبقى سخنه. وتشوح كده اللحمه مع البصل والطماطم والبهارات. غاليين ميه سخنه في الكتل، هننزل عليها بميه سخنه كده في الكتل. الطريقه دي يا ريت ميه سخنه يعني افضل عشان تتسلق بسرعه. هنغطيها خلاص كده، هنسيبها بقى. هنا عندي القلقاس اهو، هغسله بقى بالملح، هشطفه الاول كده. تعالي كده شويه ملح.
كزبره خضراء، كزبره خضراء، وده سلق. نحطهم على بعض كده اهو، سلق اهو. هضربهم في الخلاط بقى دلوقتي شويه. توم بصوا اهو. جبت بقى هنا حله فاضيه، حله عليها وهنا ايه الشوربه بتاعت اللحمه شويه كده. وعندي اللحمه هنا هنزلها في الشوربه كده، انا صفيتها يعني تغلي بقى، وبعدين نرجع نحط القلقاس. وهنزل بقى ايه كده بالخلاط كلها. ناخد برضو فصين توم كده، فصين توم كده، وبقوا ميه كده صغير. هعمل بقى ايه مصفيه كده السلق زي ما انتوا شايفين كده. صفي كده. كده خلاص غلي. هنزل بقى بالقلقاس زي ما انتوا شايفين كده. عشان ميه القلقاس اهي. بصوا كده هزوده شويه شوربه بقى واخليه يغلي. بصوا بقى كده ايه خلاص كده استوى. ممكن نزود ايه شويه شوربه كمان. انا هنا بقى بعد ما ضربت في الخلاط السلق والكزبره وصفيتهم زي ما انتوا شايفين، هولع بقى عليهم كده في طاسه صغيره على النار. انا صفيتهم وحطيت الميه مع وهنا معلقه سمنه كده كبيره كويسه يعني برضو عشان يتحمروا مع بعض. ده السلق مع الكزبره مع بعض هنا بوريكم. وكنت فارمه بقى الثوم. نجيب بقى هنا ايه ده الثوم مفروم ناعم اهو مع الكزبره مع شويه ملح. هنحط معاه ننزل بالثوم هنا بقى. حطيت عليهم الثوم المفروم بالكزبره وقلبتهم مع بعض بقى معلقه السمنه على النار لحد ما يبقوا محمصين كده ويتشوحوا على النار وينشفوا خالص. وهنا بقى فيهم ايدام. الإدام ده بقى مر، مش بنزله بقى، انا بصفيهم من الإدام المر ده. بنزل الإدام ده كده في الحوض عشان ما يمررش ويغير طعم القلقاس. يعني بيتحمصوا كده يبقى لونهم مقرمشين كده خالص. بس بصفي الإدام المر ده في الحوض، ده مش بحطه يعني على القلقاس. هنا خلاص كنت صفيت الإدام المر ده منه السمنه يعني وكده، ونزلتهم على القلقاس بقى كان استوى بقى هنا خلاص. ايه رايكم بقى في طبق القلقاس ده؟ بصوا مستوي ازاي. جبت بقى هنا حله فاضيه. هنا بقى هعمل الرز. جبت هنا حله فاضيه كده وقلت اولع عليها. قلت اعمل بقى رز بشعريه. وجبت معلقه سمنه ومكعب زبده او زبده وزيت يعني على حسب بقى ايه كل واحد ما بيحب. وقلت احط هنا الشعريه بقى احمرها شويه كده لحد ما يبقى لونها جولد كده دهبي. وحطيت عليه الرز كانوا كوبايتين غسلاهم. حطيت بقى كوبايتين الرز على الشعريه
زي ما انتم شايفين كده. بقلبهم مع بعض كده تقليبه كويسه. هقلب بقى الرز مع الشعريه كده مع بعضهم. وحطيت انا كوبايتين ميه عشان انا كنت حاطه كوبايتين رز. ممكن نزود ربع كوبايه عشان الشعريه مش كتير يعني. ومعلقتين ملح، يعني كل كوبايه رز عليها معلقه ملح صغيره. وهسيبه بقى اول غلوه وهنقله النار التانية ووطش عليه. هنا بقى كنت بعمل ايه لسان عصفور، لقيت عندي شويه شوربه وانا بحب اعمل الرز بالميه مش بالشوربه، فهنا قلت الشوربه بعمل عليها ايه لسان عصفور. كان عندي بنجر هنا قلت اقطعه كده مربعات. كان مسلوق، بنجر مسلوق. بيبقى بحب البنجر قوي كمان لوحده من غير سلطه ولا حاجه. هو كده عليه شويه ملح وشويه زيت وشويه خل بيطلع حلو، لو في ليمون كمان عليه بيبقى طعمه حلو قوي سلطه كده. مفيد بصراحه وجميل. قلت نعمل بقى كده البنجرتين دول جنب الاكل كده. حلوه ازاي. رز اهو خلص والقلقاس ودي السلطات. ده بقى كان اكلنا النهارده. يا رب يكون الاكل النهارده عجبكم. ادي القلقاس بصوا، ادي اللحمه ودي الشوربه والرز. وعملت بقى سلطه بنجر كده. وكان عندنا هنا بدنجان مملح وزيتون وليمون وفلفل. وتفضلوا بقى تغدوا معانا كده اكله بسيطه. يا رب يكون اكل النهارده عجبكم. حضرت الاكل على السفره. يا رب الاكل النهارده يكون عجبكم بقى. الشوربه والقلقاس والرز ودي اللحمه. وعملت بنجر كده كان مسلوق وقطعته وحطيت عليه ملح وخل وزيت. وده المخلل بتاعنا الليمون والفلفل والبدنجان. يا رب بقى فيديو النهارده يكون عجبكم واكلنا النهارده يكون عجبكم ويكون عند حسن ظن الجميع. ولو وصلتوا معايا نهايه الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لي لايك. لو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا اعملوا اشتراك وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ودلوقتي بقى اقدر اقول لكم باي باي، مع السلامه، وانتظروني فيديو جديد ان شاء الله. باي باي. اتفضلوا بقى اتغدوا معانا.